السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كالعادة تكونوا الكل بخير. اليوم حبيت نقترح معاكم موضوع جديد. كما قلت لكم في الفيديو بريسك اللي فات، كل مرة باش نقترح عليكم هكايا موضوع ونحاولوا معناها للنقاش للناس الكل. وما لا سامحوني فما كلمة باش نقولها. اقترحت عليكم في الفيديو باش النقاش يصير على الشان يوتيوب، معناها تبعثوا لي على في الشان يوتيوب دي ميساج كل شيء معناها على الفيديو اللي باش نهبطه. اما لقيتكم تجاوبوا فيه على الخاص معناها. تجوني على الخاص باش معناها تحكوا لي فيه الموضوع ومعناها التعليقات نتاعكم كل شيء. والله نحب لو كان التعليقات تصير على الشين، علاش لا. وهذاك هو. كما قلت لكم الموضوع هذا باش نختار معكم كيفاه معناها موضوعنا هو كيفاه تختار راحة بالك وراحتك النفسانية والبدنية، معناها على كل الحاجات اللي تتعرض لها يوميا وتتعرض لها في حياتك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كيفاه كل أكيد كل بشر كل نهار، في جمعة في شهر في هكا نتعرض إنسان جديد يدخل لحياتنا. في للوهلة الأولى الإنسان هذا كي يدخل لحياتنا نحسوه إنسان مريق، إنسان مستوي، إنسان كل شيء واو، كل شيء فيه محلاه، كل شيء معناه مفماش صنفوت، معناه في حتى إشكالية معناه تخلينا نحنا نشوفوه كإنسان ينجم يستفزنا ولا يخسرنا راحة بالنا من الآخر. معناها كإنسان يدخل لحياتك، كمرأة تتعرف على إنسان جديد في حياتها، كراجل يتعرف على امرأة، كصديق كصديقة، معناها من النواحي الكل. كما قلت في لول يبدأ الإنسان هذا محلاه في حياتك وفرحان به كل شيء، خاطر أنت في لول شنو عملت؟ شخصنته هالإنسان هذا على شخصية معينة، أنت حطيته في صورة باهية. لكن أنت تنجم بشوية بشوية بتشوف أنت شنو تصرفاته وشنية علاش يمشي يجي من الآخر. أما كي تعمل له شخصية من الأول وتشخصنه، ممكن كي مع الوقت كي باش يتبدل تكون لك أنت صدمة. كيفاه أنت حطيته باهي معاك، كيما قلت مع الوقت ينجم يتبدل. أما أنت كنت نجم تتجاوز هذا الكل، تجربوا تشوفوا في برشا حاجات تكون فايقلو، مكش معناها تمشي بنيتك برشا باش ما تطيحش في الصراع الذاتي مع نفسك مرة أخرى، معناها تقوم تدخل في مرحلة هي جلد نفسي، تلوم نفسك، تأنيب الضمير، خاطر يليتني الإنسان هذا ما من الأول ما عملتلوش معنا شخصية في مخي وركبت له شخصية في مخي إنه هو إنسان باهي، إنسان مريقل في حياتي، باش أنت ما بالحق باش ما تجيش في جلد نفسي لروحك وتنجم تتعب بها نفسانيا برشا برشا. كيفاه توا انت دخلت سي الانسان في حياتك، دخلته في حياتك وكل شيء وتبدل معاك، في عوض ما انت تمشي يأنبك ضميرك وتبدا تتعب في روحك نفسانيا وبدنيا وبرشا حاجات يركبوه وكل شيء، نجم تمشي للحل اللي هو التجاهل واللامبالاة. كيفاه التجاهل واللامبالاة ما نجموش نستعملوها الحقيقة مع الناس الكل، معناها وهي حاجة كيما نقولوا تنجم هي تجي صعيبة.
اللي الإنسان هذاك يلسفيه أنت مع ولد تصرفاته ما تعجبكش، مثلا صح عليك، ما احترمكش، عمل معاك فازة خايبة، ما قدركش، ومعناه الأسباب متعددة. تنجم توصل لمرحلة التجاهل واللامبالاة، متبقاش معناه في نقاش معاه، باش انت تخسر راحة بالك. ديما راحة البال ما تتشراش بفلوس. كيفاه؟ معناها الانسان هذاك يسفي وصلك كيف نكاكا، تخليه على بلاصتو بالموقف اللي وصلك بيه، وتتعدى على روحك من غير ما تبقى معناها ترجع كيفاش ولا علاش ولا بالتعب بروحك هكاكا في الفارغ. خاطر الدنيا هي ما توقف على حد، هي معناها يلزمك انت كيف كل ظرف تتعدى فيه في حياتك ما تحاولش تتعب نفسيتك. انسان هذا مثلا ما يستاهلش، ما يجيش باش نتعب مخي باش نبقى نرحي دخلاني، معناه نتعب بدني الداخل ونتعب بدني البرا. نخليه معناه في الموقف هذاك ونتجاوز على روحي من غير حتى إشكالية. يلزم البشر يعرف روحه كيفاش يتصرف. هو مادامك انت وصلت روحك، يسمى انت وحدك وصلت روحك، خاطر انت يلزمكش تحكم على الشخص من الوهلة الأولى، لازمك تجرب وتشوف مواقف وتشوف معناها مدة ومن بعد باش تحكم عليه. خاطر ماهوش أي إنسان باش يجيك في الصورة الأولى نجم يكون هو محليه كل شيء، وللوهلة الأولى تشوفه معناه ماهوش مريقل وما ترتاحلوش سبحان الله وكل شيء. كيما قلت معناها تبقاش انت تتبع فيها الحكاية هذه ولا تتبع في مشكلة تنجم تتعبك نفسانيا كيما قلنا بالتجاهل واللامبالاة. اما ثم ناس ما نجموش نتعاملوا معاهم بالتجاهل واللامبالاة. شكون هم الناس هذوما؟ الاشخاص الانتيم في حياتك ما تنجمش تتعامل معاهم بالتجاهل واللامبالاة. شكون هم؟ امك، بوك، خوك، اختك، زوجك، زوجتك، ولدك. هذوما الاشخاص الانتيم تاع العائله المقربه نتاعك ما تنجمش تتعامل معاهم باللامبالاه جمله. كيفاه نجم نتعامل معاهم بغير الاسلوب هذا معناها بدون اللامبالاه؟ نجم بطريقه اخرى، هي انك النقاش اذا صار ولا الحاجة إذا صارت ما بيناتكم اختلاف، ولا الموضوع اللي صار خلاك معناها الوضع يتشنج وتصير مثلا اختلاف ما بيناتكم كل شيء، تنجم تتجاوز الموضوع والنقاش بعد ما نكملوا ديريكت، ما نبقاش في النقطة هذيك. ولا معناها شنو، قعدت مع أمك تناقشت معها في موضوع وخرجت، تبقاش تستنى لين ترجع وتكمل نفس الموضوع ذاك العشية ولا أصبر عليك وقتاش باش ترجع بحذاها تكمل فيه الموضوع نفسه هذاك تناقش فيه معاها، ولا إلا تكمل معناها في نفس الحوار. لا، ناقشته نقاش تغششت تخش على روحك، ترجع في صفحة جديدة. خاطر هذوما الناس المقربين، معناها المقربين في حياتك ما تنجمش تعاملهم باللامبالاة، خاطر نجم يعمل لك برشا مشاكل وكل شيء. يلزمك تتجاوز انك تطول المشكلة ولا الخلاف بينك وبين الاطراف المقربين في حياتك باش ما يصيرش تشنج وتأنيب للضمير. هو التأنيب للضمير ينجم يجي للشخص الغريب اللي دخل لحياتك، وللشخص المقرب اللي هو موجود في حياتك. خاطر كي تصير من بعد تصير الإشكال يأنبك ضميرك على الآخر.
في الوضعية الأولى للشخص الغريب إنه حقني ربّست روحي شوية، حقني فهمته، حقني عرفته، حقني فهمته بالكدا، حقني ما تسرعتش. وللشخص المقرب حقني ما عملتش معاه هكاكا، حقني ما تصرفتش معاه هكاك، حقني ما قلتلوش هكاكا، حقني ما وجعتوش. لحظة النقاش هذيك ويكون الإنسان متسرع وما ينجمش يتحكم في تصرفاته وفي أقواله. آم، يلزم الواحد يتفادى المشاكل هذية، انه ما يخليش روحه في تأنيب الضمير، خاطرك انت يلسفي وصلت لتأنيب الضمير باش تتعب روحك نفسانيا. خاطر البشر كي يوصل يتعب روحه في المرحلة هذه ينجم تصير له مضاعفات نفسانية وبدنية. خاطر البدن هو شنو؟ البدن هو مبني على أساسيات، يلزم يبدأ فيه مرتاح، يبدأ معناها سواء في ماكلته ولا في راحة باله ولا في مخه ولا في تفكيره ولا في العباد المحيطة به. انت يلزمك تختار الانسان اللي باش يكون لك سواء صاحب. علاه صاحب هو تنجم تعمل قلل ودلل. علاه تعمل 3 4 صحاب في حياتك، 5 ولا تكثرهم وكل شيء، هو 1 ولا 2 وكهو يزي في 1000 برك ولا كي ثماش ديما خير. وزاد الإنسان اللي باش سوا باش تبني معاه حياتك وكل شيء ويظهر ماهوش في الصورة الباهية اللي حبيت عليها أنت ولا اللي بنيتها له في الأول. تنجم تتفادى ديما راحة بالك، ديما تلقى أنت شنو هو الحاجة اللي تستاهل إنك أنت باش تغشش عليها روحك، باش توصل للمرحلة والحالة نفسانية إنك أنت تعبت فيها روحك على الآخر. يلزمك ديما تتجاوز. معناها الموضوع كي ياخو أكثر من وقته يرجع ليك بمضرة، ومعناها ويتعبك برشا برشا.